تدور أحداث الفيلم بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. كانت عائلة آتامي كورب قد قتلت في منطقة كاريليا، وهي منطقة كانت تابعة لفنلندا، لكنها أصبحت بعد الحرب تحت سيطرة النازيين. في ذلك الوقت أصبح آتامي كوربي ثريا جدا بسبب كل الذهب الذي عثر عليه، لذلك غادر بلاده ودخل مدينة كاريليا، وتوجه مباشرة إلى منزله القديم الذي كان لا يزال قائما كما هو تماما بعد الحرب. داخل المنزل وجد كوربي صورة لعائلته، زوجته وولديه. رؤية الصورة جعلته يتأثر بشدة، فوقف هناك يسترجع ذكرياتهم. كان قد وصل إلى المكان بشاحنته، وفي هذه الأثناء ينتقل المشهد إلى سجن في سيبيريا، حيث كان أحد السجناء محتجزا. أخرج السجين وتبين أن اسمه ياغر. جاء الجنرال ريكت لمقابلته. شرح ريكت أن ياغر دخل فنلندا مع وحدته النازية، وخلال عودتهم قاموا بحرق عدة قرى. أثناء تلك المهمة قتل ياغر عائلة مكونة من امرأة وطفليها، لكن تلك العائلة كانت عائلة آتامي كورب، الكوموندو الفنلندي الذي قتل 300 رجل بمفرده وأصبح أسطورة. والآن بعد عودة آتامي كوربي إلى تلك الأراضي، أراد ريكت من ياغر أن يقضي عليه، وإلا فإن كوربي سيواصل البحث عنهم ويقتل المزيد من النازيين. في النهاية وافق ياغر. كان آتامي يعد جذوع الخشب في منزله القديم. بدأ بفصله واختيار الصالح منها. بدأ بتحميل الجذوع على الشاحنة. كان العمل شاقا، لكن آتامي كورب كان دائما رجلا يعتمد على نفسه. بعد جمع كل الأخشاب الصالحة حملها على الشاحنة وأحرق البقايا. أصبح الآن مستعدا للعودة إلى وطنه وبناء منزله الجديد. وهو يسترجع ذكرياته مع عائلته، غادر المكان وبدأ رحلته الطويلة. فجأة أوقفه ضابطان. لاحظ آتامي شاحنة أخرى تتوقف خلفهم، فأدرك فورا أنهم لا ينوون تركه يذهب. اقترب أحد الضباط فأراه آتامي رخصته. سلم الضابط البطاقة لرجل في الشاحنة الخلفية، وتبين أنه ياغر. تبين ياغر من هويته وتعرف عليه فورا. بدأ الضابط بالاقتراب من آتامي. كان أحدهم يحمل في يده قنبلة لإشعال النار، بينما اقترب آخر من الخلف وبيده سلاح. فجأة فتح آتامي الباب وأطلق النار على أحدهم، ثم رجع بالشاحنة وسحق الآخر. انطلق هاربا، لكن أحد الجنود تمكن من الصعود إلى الشاحنة. اشتبك معه آتامي وأسقطه فاقدا للوعي. أرسل ياغر شاحنة كبيرة لملاحقته. لاحظ آتامي أن الجندي يملك سلاحا غير محشو، فأمر بتحميله ثم أخذ منه السلاح. أوقف آتامي الشاحنة وحاول الجندي الهرب، لكن جنود ياغر قتلوه بعدما اعتقدوا أنه آتامي. بعدها خرج آتامي وبدأ بالقضاء عليهم واحدا تلو الآخر. صوب سلاحه نحو سيارة ياغر، لكن الأخير لم يكن مسلحا، فتركه آتامي واكتفى بثقب إطارات سيارته دون أن يعلم بأنه هو الشخص الذي قتل عائلته. استدعى ياغر قوة الدراجات الخاصة به. غير كوربي مساره، لكن ياغر لحق به. اقتربت الدراجات وأصيب آتامي، لكنه استمر في القيادة. دارت معارك عنيفة على الشاحنة، وتمكن آتامي من إسقاط المهاجمين واحدا تلو الآخر باستخدام الحبال والآلة المثبتة في الشاحنة. أمر ياغر بإشعال الأخشاب، فرد آتامي بتفجير سيارة ياغر. هرب إلى الغابة وأطفأ النيران بالأوراق، ثم طلب ياغر التعزيزات. أرسلت طائرات لملاحقة آتامي. لجأ إلى مرآب ثم إلى الغابة، حيث اصطدمت إحدى الطائرات بشاحنته وتحطمت. لاحقا استخدم الأخشاب لإسقاط طائرة أخرى، واستخدم آتامي الأخشاب لإسقاط طائرة أخرى. قاد آتامي شاحنته إلى الماء فغرقت. أنقذ كلبه أولا، ثم حاول إنقاذ الأخشاب. فقد وعيه، لكن أحد الجذوع طفى به وأنقذ حياته. بنى لاحقا طوفان عبر البحر مع كلبه. بعدما تمكن من الخروج من البحر، وجد دبابة قرب الساحل. جهزها بالأسلحة وربط الأخشاب فوقها. عند الحدود كان ياغر بانتظاره. اندلعت مواجهة، وتمكن آتامي من عبور الحدود، لكن تعطلت الدبابة وأسر. نقل إلى قطار وتعرض للتعذيب. هناك اعترف ياغر بأنه هو من قتل عائلته. غضب آتامي كثيرا وتمكن من الهروب، وبدأ بالانتقام داخل القطار. قتل الجنود واحدا تلو الآخر ليصل إلى ياغر. أطلق على ياغر صاروخا أنهى حياته بانفجار هائل. بعد يومين عاد آتامي إلى فنلندا حاملا أخشابه. تعرف عليه الحراس وبدأوا بتحيته. بعد أيام بدأ ببناء منزله مع كلبه. جاء أهل القرية لمساعدته، وتأثر آتامي بشدة، وبمساعدتهم اكتمل بناء المنزل
وتنتهي القصة عند هذا الحد. إذا عجبك هذا الفيلم لا تبخل بالاشتراك في القناة ودعمنا بالتعليق أو اللايك. شكرا لكم على المشاهدة، ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.